مخزن هناك مخاوف صادرة. هذا الخبر صدر بعد من منار سليمي بالمناسبة يتحدث على قاعدة عسكرية جزائرية بسبتة. تشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية عودة قوية للتعاون العسكري، وهو ما يراه مراقبون رداً طبيعياً على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. فرضية القاعدة العسكرية. يرى المحلل منار سليمي ودوائر أخرى أن الحديث عن قاعدة في سبتة قد يندرج حاليا في إطار التعاون الاستراتيجي أو المناورات المشتركة، لكن مجرد طرح الفكرة يعكس عمق التقارب، حيث ينظر إلى هذا التقارب العسكري كضربة موجعة لمخططات المخزن وحلفائه، وتهديدا مباشرا لطموحاته الإقليمية. إن إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة بين إسبانيا والجزائر في سبتة إن تحقق سيمثل تحولا جذريا في موازين القوى، ويضع حدا للمناورات التي يقودها نظام المخزن والدوائر الداعمة له في المنطقة. الجزائر وإسبانيا تتفقان على إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في سبتة الإسبانية في خطوة تاريخية للتعاون الدفاعي والأمني. تفاعل الرأي العام المغربي وقوى العياشة بقلق بالغ مع هذه التسريبات، خاصة وأنها تصدر في توقيت يشهد فيه الجيشين الجزائري والإسباني تنسيقا عالي المستوى. ويرى المتابعون أن هذا التنسيق قد يتطور إلى تحالف ميداني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مما يضع النظام المغربي في عزلة استراتيجية حانقة. مخزن هناك مخاوف صادرة. هذا الخبر صدر بعد من منار سليمي بالمناسبة يتحدث على قاعدة عسكرية جزائرية بسبتة، أي أن عموما هناك علاقات اليوم وكذلك عموما عودة العلاقات العسكرية على المستوى ديال التعاون العسكري ما بين كل من الجزائر والطرف الإسباني، لكن لا يرتقي إلى حدود إحداث قاعدة عسكرية خاصة في منطقة سبتة. من الممكن يكون هناك تعاون أو كذلك مناورات، هذا من الممكن، ولكن على المسألة أو في إطار كذلك إحداث أو خاصة فيما يتعلق بإحداث قاعدة عسكرية، فلا نعتقد بأي شكل من الأشكال. مسألة ذات الأهمية بأن المخزن يبرز المخاوف ديالو من التقارب ما بين كل من الجانب الجزائري وكذلك الجانب الإسباني خاصة